السلام عليكم، مرحبا بكم. عندي في وصفة جديدة من وصفات أمهات المتنوعة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الشيوة اللي خفيفة ظريفة للعشاء، هكذا توجدوا ولا حتى الغداء، يعني بحال الناس اللي خدامين داكشي، ساهلة دغيا تتوجد وكذلك المكونات اللي هي موجودة في كل بيت. دابا غادي ندوزو مع المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي البطاطا على حسب الكمية اللي بغيتو نتوما، وكذلك المطيشه ولا الطماطم على حسب الكمية اللي بغيتو، وعندي كذلك واحد جوج فصوص ديال الثوم. هنايا غادي نحك هاد الفصوص ديال الثوم نحكهم رقاق، وهنايا غادي نقطع مطيشه اولا الطماطم حتى هي مربعات هكذا اللي متوسطه، ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش غليظه بزاف. المهم غادي نحاولوا اننا نقطعوا هاد الطماطم هادو كاملين اللي عندنا بهاد الطريقه هادي. صافي من بعد ما غادي غادي نقطعوا البطاطا حتى هي ولا البطاطس بنفس الطريقه. بالحق هاد البطاطا هادي تكون رقيقه شويه، يعني قطعوها مربعات اللي تكون صغيره كيف ما تلاحظوا، يعني مربعات تكون صغيره باش دغيا طيب لكم وما تاخذ لكمش وقت طويل في المقله، حيت حنا هادشي ان شاء الله غادي نديروها في المقله كيف ما لاحظتوا في اول فيديو. صافي تنقطعوها هكذا رقيقه، تنكملوا كامل الكميه اللي عندنا. ودابا مباشره غادي ندوزو للطريقه ديال الطياب ديالها. كيف ما تلاحظوا تكون رقيقه بزاف هاد البطاطا هادي. دابا هنايا بالنسبه لهنايا تناخذ مقله، تندير شويه ديال زيت الزيتون اولا الزيت العاديه اللي عندكم. غادي نحط فيه هذيك الثومه هي الاولى، وغادي نشحر هاد الثومه مزيان حتى تطلق داك النسبه ديالها اولا داك المذاق ديالها في هاد الزيت هادي. وبطبيعه الحال اللي مابقاش يدير زيت الزيتون وغيدير غير الزيت العاديه مرحبا. هاد الخطوه هادي ديال الزيت في الثومه هو الاول راه مهمه بزاف، هي تعطي واحد البنه رائعه جدا. المهم هنا من بعد ما بدات تتحمر لينا هاد الثومه هادي وبدات تاخذ شويه اللون ديالها، صافي غادي نضيف طماطم. غادي نضيف الطماطم هنايا وغادي نبقى في هاد الفتره هذه اولا في هاد المرحله هذه تكون عندنا النار اللي شويه عاليه باش نشحروا ديك المطيشه ديالنا باش ما يبقاش فيها هذاك الماء اللي تطلق. ضروري من هاد الخطوه هذه باش ما يبقاش لينا داك الماء ديال المطيشه بصفه نهائيه اللي تطلق. المهم نتوما غادي تلاحظوا معايا وغتجيو تشوفوا معايا الطريقه. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هذه، ولا هاد المقيله هذه الصراحه تجي واعره وتجي مذاق رائع جدا. نتمنى انكم تجربوها، وكيف ما قلت لكم خفيفه ظريفه دغيا تتوجد. هانتوما بالنسبه كما لاحظتوا هنا ما بقاش يعني تشحرت مزيان ديك المقيله ديالتنا، وديك المطيشه تشحرت مزيان ما بقاش فيها داك الماء ديالها، يعني تنخليوها يعني تنبقاو نحركو حتى تينشف داك الماء ديالها، يعني بحال اللي تتقلى. صافي في هاد الاثناء غادي نضيف البطاطا اللي قطعت، يعني ما تنسلقوها ما حتى شي حاجه كما قلت لكم قطعوها رقيقه. صافي وتنبقى هاد البطاطا حتى هي تنبقى نديها ونجيبها مع في هاد المطيشه ولا هاد الطماطم هادو والثومه باش حتى هي تشرب داك المذاق ديال الثومه وديال المطيشه. صافي هنايا من بعد ما تنبقاو نحركو حتى ما يبقاش عندنا كما قلت لكم عاوتاني داك الماء، ما يبقى عندنا ما والو، تيتصفى غير داك الزيت هو اللي تيتصفى في الاخير كما تلاحظوا هكذا. صافي هنا غادي نضيف شي شويه ديال العطريه، 3 ديال المكونات فقط. تنضيف شويه ديال البزار ولا ديال الفلفل السوداني، صراحه هاد المقيله هادي تتبغي شي شويه الحار. ضفت شويه ديال البزار وغادي نضيف الكمون معلقه صغيره، وكذلك غادي نضيف الملح حتى تبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي نضيفوا تنخلط هاد العطريه ديالتنا اللي درنا. كما قلت لكم غير 3 المكونات راه كافيين، وكما قلت لكم اللي تيبغي الحار بطبيعه الحال يدير شويه ديال السودانيه ولا شويه ديال الهريسه. صافي غادي نبقى نديها ونجيبها بحال هكا. صافي حتى يعني تشرب هذيك البطاطا مع ديك ديك العطريه اللي درنا. وهنايا غادي نضيف واحد نصف كاس ديال الماء. صافي وغادي يعني نسرحو بحال هكا، وغادي نغطي هاد المقله ديالتي ونقاس العافيه ونخليها مده ونغطيها بطبيعه الحال دغيا نغطيوها بشي حاجه ونخليها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق على نار مهيله. انا غنوري لكم نار مهيله جدا، يعني ما تجهدوهاش بزاف كيف ما تلاحظوا مهيله. وغادي نغطيها وغادي نخليها واحد 10 ديال الدقائق بالتمام والكمال تتكون يعني طابت. صافي ومن بعد 10 ديال الدقائق غادي تولي عندنا بحال هكا تشرب داك الماء اللي درنا ليها، والماء اللي تيطلق باغي خلاص راه شرباتو في الاول كيف تلاحظوا 10 ديال الدقائق اللي تاخذ. صافي هنايا غادي نضيف عليها واحد العلبه ديال الطون،
يمكن لكم نتوما تضيفوا حتى بالكاشير الصراحة ديال زوينة. جربتها بالكاشير زوينة، جربتها بالطون زوينة، وجربتها كذلك بالكفتة. تشحروا شويه ديال الكفتة مع غير مع الملحة والزيت وهذا، حتى هي تجي زوينة. المهم نتوما عندكم حرية الاختيار. كذلك هنا غادي نطرب واحد 2 ديال البيضات وغادي نديرها من الفوق، وبلاصة البيض بطبيعة الحال اللي بغات دير الفرماج الأحمر ديرو، ولا المربع، ولا الفرماج ديال الساندويتشات ديروا. المهم أي نوع ديال الفرماج تيعجبكم ممكن أنكم تعوضوه في بلاصة البيض. أنا الدراري ما تيبغيوش ليا الفرماج، داكشي علاش دائمًا تنعوضو بالبيض وتتجي زوينة. صافي ممكن لكم ديروا واحد الرشيش هكا ديال القزبر معدنوس إلا بغيتو بطبيعة الحال. بغيتو تخليوها غير هكا خليوها، الصراحة تتجي واحد المقلة اللي زوينة وتفككم هكا فوق الزربة، تتجي واعرة بزاف. نتمنى أنكم تجربوها وتخليو لي الآراء ديالكم في التعليق بطبيعة الحال. إلا عجبكم الفيديو وبارطاجيوه مع الأهل ديالكم والأحباب ديالكم باش تعمل فائدة على الجميع. نتمنى أن تجربوها وتردوا لي الأخبار. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.